طبعا مع شوف يا إلهي يا إلهي. يلا ناخذ الدبزة بعد. بسم الله. شوف عليه شوف يا الله على الفيومي موعره. شوف هجموا فيا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أصدقائي في هذا الفيديو الجديد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إذا سمعت الديك يصيح حديث هناك، إذا رأيت الديك يصيح فاسأل الله من فضله، يعني أعطيتك معنى الحديث. اللهم انصر أهلنا في فلسطين. وهناك تنويه فقط أردت التنويه في هذا الفيديو. هناك بعض الأصدقاء في التعليقات يقولون أن الفيومي بيضتها صغيرة، يعني هذا أمر خاطئ. في البداية فقط يكون إنتاج البيض لدى الفيومي حجمه صغير، ولكن فقط أيامات ويولي حجمه كبير. هذه بيضة هذيك الفيومية. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. في هذا الفيديو أردت أن نوري واحد الصديق قال لي حط سودة في مكان هذا عطاس. في فيديوهات السابقة رأيتم أن عطاس يغلب من عند سودة، تبطو سودي، ولكن درجت له. وش درت له؟ هذه اللي عنده ديك يعني يغلبوه الدجاج نتاعو. وش درت له؟ جلبت أول، ها هو شو راه داخل الحي. يلا اخرج. أول ضحية حطيت العطاس هي هذه، كان شفتوا في الفيديو السابق. ثم درجت له، جبت له، ثم جلبت لعطاس هذه البنية، ثم جبت له هذه، ثم الآن أصبح يتزاوج معهم في الاثنين. بسم الله ما شاء الله. وأصبح قوي يقاتل حتى عطاس، ولكن لا يقدر على هذا الديك الفيومي هذا. بسم الله ما شاء الله عليه، هو اللي مسيطر على القطيع. الآن التحدي الأكبر لعطاس ما هو؟ حاب ندير سودي معه. يلا نشوفوا النتيجة مع بعض. يلا كما تشاهدون حكمت سودي. شوف ردة فعله. شوف للوهلة الأولى. تقدر على زعم؟ ما شاء الله عليك عطاس، والله أصبحت رجل. الله أكبر. شوف شكرا ينفخ في روحه كي شاف سودي. بسم الله ما شاء الله عليك. يلا شوف ردة الفعل. يا عفو الله، والله أصبح رجل، والله أصبح رجل. طبت على سودي كل. بسم الله ما شاء الله عليك، بسم الله ما شاء الله عليك عطاس. للأسف مش راح نخليها معك، لأني راح نكرك لها سودي، بما أنها كبيرة في السن، عندها خبرة. راح نخليها تكرك في البيضات. راح نوريكم البيضات هون. بسم الله ما شاء الله عليه عطاس، والله أصبح كالثور. هذا درس لكل صديق يشاهدنا الآن. يولي عندك ديك ما يتزاوجش مع الدجاج، ما عليك فقط إلا بحبسه وحده. ديره وحده لمدة شهر أو أسبوع أو أسبوعين أو هكذا، ثم درج له بالصغيرة فيهم كل، وابدأ درج له بالكبيرة شوية، ومن بعد الكبيرة، ومن بعد أصبح حتى تصل إلى الأخيرة. كان شفتوا الفيديوهات السابقة، عطاس كان لا يقدر على التزاوج مع سودة، وكانت سودة تغلب عليه. والأمر المهم خليه في بيته، دير له بيت وحده يسيطر على ذاك البيت أولا، ثم درج له بالدجاجة، وهكذا حتى يستطيع التزاوج مع كل الدجاج إن شاء الله. هذا الفيديو حبيت أعطيكم فايدة فقط من ناحية الديك اللي ما يقدرش يتزاوج مع الدجاج. فهيا يا سوداء نرجعك لمكانك أو مكانها. هذا مكانها، راح نرجعه فيها، يحتاج تفقيس. لا أعلم إذا كانت راح تنجح النتيجة أم لا. يلا الأمر كذلك الذي أردت
يعني نفيدكم به قشور البيض، نبسو لمدة 3 أيام وأتم هرسه كما هكا يولي قطع صغيرة فقط، وأضيف له ماذا؟ وجبة مخالة كما تشاهدون أصدقائي، فيها الخالة، فيها الصويا، فيها الشعير، فيها مجموعة من المكونات. المهم سأتم خلطها مع قشور الدجاج. يلا. وهكذا يصبح وجبتهم جاهزة. يلا. يلا كول. يلا يلا يلا. بسم الله ما شاء الله. يلا ما تدابزوش كما تشاهدون. شوف دائما سودة تحب تاكل ما عندي. الدجاج ياكل ثم سودة. شوف الرابعة تاكل. يلا كولي من يدي. يلا لو انت ما كليتش من يدي. بسم الله ما شاء الله عليك. حتى الشمشوم جاي ياكل من ايدي. بسم الله ما شاء الله. تشوفوا الشمشوم حتى سودي. بسم الله ما شاء الله. الدجاج يعني لازمك تعلموا على انه ياكل من ايدك يا جماعة باش ما يعودش يهاب منك. شوف الفيومي، اول مرة الفيومي يقدمني. تعرفون الفيومي الشرس. شوف عضت لي صبعي معاه. شوف يا الهي يا الهي. يلا ناخذ الدبزة بعد. بسم الله. شوف عليه. شوف يا الله على الفيومي موعره. شوف هجموا فيا. يا الله على الفيومي، يكون شرس صعب المنال، ولكن مع ذلك من افضل السلالات في الطبيعة. انا بصحيح في المنزل تاعي شوفوا هاي البيضة يبيض بزاف الفيومي كل يوم. يلا نقسم ليهم الوجبات، يعني مش كل نخليهم في جهة واحدة. يلا بسم الله ما شاء الله. شفتوا الصراع يعني يهجموا فيا حتى ما مش حاسبيني. كل هاو عطاس في منزل تاعو قوي، ولكن في الحوش مكان. يلا معليش نحط لك في بيتك. هي تعال انت مالك لين نحط لك في بيتك خلاص. يلا عطاس. يلا ادخل انت وزوجتك. يلا عطاس. ماليه لا نحط له في بيته. هذا الفيومي هذا واعر بزاف، ما يخليهم لا ياكلوا، ما يخليهم لا يمشوا، ما يخليهم، دائما يتالب فيهم. يعني مازال عطاس صغير يعني في السن، فقط بديت نمهد ليه بالدجاجة حتى أصبح يعني بسم الله ما شاء الله. عاد يتغلب على شمشوم. راهو ليكم شمشوم. مسكين شمشوم أصبح هو الضعيف. كان غطاس هو الضعيف، ولكن أصبح هو شمشوم هو الضعيف. هاي جاتو. شوفوا بورقيبة هذه عاد تجي ديريكت مباشرة للعطاس. كانت تروح مجيت مجموعة شمشوم كان شتو تشفوا لها، كنت حاطة من هي. شوفوا الآن حتى يعني سودي عاد تجي المكان تاعو. بسم الله ما شاء الله. يا لتو حطيتها. راكم شفتوا معايا في الفيديو لتو حطيتها معاه. هاي عاد تجي هادو كل يجوا هنا. بسم الله ما شاء الله تبارك الله كما تشاهدون. القشور البيض ما نوهتش عليه، درته مع الوجبة لأنه يزيد الكالسيوم. حتى القشرة البيض كاين بعض الدجاج يبيض لي قشرته ضعيفة نوعا ما، لذلك عدت نلمد قشور البيض ونديرو مع الوجبات باش تكون القشرة غليظة شوي خشينة. خاوتي أريد منكم فقط
شيء واحد: الدعم الدعم الدعم. اضغط زر الإعجاب لكي نواصل في تقديم الأفضل إن شاء الله. واشتركوا في القناة، اللي مش مشترك في القناة يشترك في القناة. يعني شوف إلى يومنا هذا الديك الفيومي مع الدجاجة سودي إلى اليومنا هذا، يعني عندهم تقريبا 3 أشهر وأنا حاطهم. يعني اشتريت سودي 3 أشهر وهو قاع مش مستحملها، قاع يبط يعاود يبط. شوف وراه راح، شوف راحوا الدجاجة اللي مكركة. شوف راهم يدخلوا في ريوسهم. يا الله. يلا خلوا الدجاجة بحال. امشوا. يلا فاصل ونواصل أصدقائي. والله تعبت. ماذا فعلت؟ شوفوا أصدقائي، تعبوني. بجيت ننظمهم كما هكا، يعني الدجاج البلدي العربي لوحده كامل، لوحده مع الديك عربي. حطيت معاهم هذا معليش متغلب على أمره. المهم استغفر الله، تعبوني ما جيت نرتبهم، أنا ألهث. معليش. المهم هذه المجموعة الأولى الدجاج العربي. المجموعة الثانية أصدقائي الدجاج الفيومي. 4 دجاجات فيومي وديك فيومي. 4 دجاجات بلدي عربي وديك عربي. بسم الله ما شاء الله. 3 عفوا، ليس 4. الفيومي هي اللي 4. وانا اللي تعبني الفيومي أصدقائي شرس، يبقى من أفضل سلالات في التبييض. وهذو يعني ما تعبوني لولو، راحوا ديريكت العطاس. بسم الله ما شاء الله، تعودوا عليه والفوا عليه، عودوا يروحوا ليه. يعني الله يبارك. أين ذهبت عاد سودي؟ حطيته هنا أصدقائي باش تكرك لي. لا أعلم إن إذا كانت راح تشوفوها، يعني ها عليكم. مش عارف اقلب التليفون، مش عارف لبانت لما. المهم راح نجي من هذا الجانب ونوريكم. اتمنى بانت ليكم سودي كما تشاهدون. حطيت تحتها 10 بيضات، ان شاء الله تكرك وتفقس. يعني راني عندي عام تقريبا لم اكرك للدجاج، فقط انتاج واكل في انتاج واكل، انتاج واكل بزاف. حبيت يعني نكرك وننتج الدجاج. راك في مكانك يا حم، ما تغلبكش. با هكا لازمني يغلبك. واش ندير مع اصدقائي؟ يعني خلي بالوحده ندخلها معه، شي يتغلب عليه. اذا شتو ما تغلبوا عليه يعني راح ندير لهم بالوحده تدخل. شوفوا يا اصدقائي. يعني ندخلوا هنا يبطوه الدجاج. شو منين يخرج المصيبه. ها كيفاه انت وين حطوك؟ انا ما فهمتش وين حطك. انا مع شكون حطك؟ ظاهر يبان تقولي ديك، ما عرفتو الديك ما عرفتو دجاجة، الله المستعان. وخلاص المهم شوفوا وين نحطو. انا نحطو هنا. شوفوا وين يدخل في ذاك شقوق، يدخل يطلع الفوق، يمشي ويخرج مصيبة من هنا. والحرية في الحوش كامل ليه. المهم اليوم وجدت لهم وجبة الأرز شوي كل. اليوم مش راح نخرج. علاش؟ لأني الدجاج العربي منا
والفيومي هنا والبورقيبة هنا، يعني يكون خرج متخلط ونعشي نتعب كما بداية الفيديو. ما نخليهم كما هكا يومين أو 3 حتى يوالفوا مع بعضهم، ويسيطر الديك على الوضع، يسيطر على الدجاجات نتاعو، يعودوا اوتوماتيكمون يروحوا ليه. ها شمشوم يعني عطيناه 3 دجاجات، زوج مثل بعضهم، شوفوا سبحان الله متشابهات لبعضهم، لونهم اسود ومنقطين بالاسود، ابيض ومنقطين بالاسود. وهذه الشمسية. يلا وجبتكم جاهزة، كولوا يلا. ما شاء الله تبارك الله. وهذيك تفرج ما فهمتش. يلا نحط لك هنا معليش، نحط لاصق شوية هنا باش ما يصير الصراع. زدت له شوي ملح يا اصدقائي، ما فورتوش بزاف وزدت له شوي ملح. يلا نعطوهم فوج نعطوهم في بيوتهم. موالف نخرجهم، ولكن الآن قررت فوج نعطوه في بيته. يلا اشتاقوا للأرز، وين انت ما عطيتهمش الأرز؟ شوف كرام طايحين به، بسم الله ما شاء الله، حية ما يخلوها، يسفوا ديريكت ست ما شاء الله. بما انه مالح ثاني يعجبهم الملح، اضفت له الملح يعني زاد عجبهم اكثر واكثر. اعطوهم اضافة شوية، بما انهم هذو اكثر من البورقيبة، هذو نخليها البورقيبة فقط. ما شاء الله على الفيومي. يلا نواصلوا نعطوا البورقيبة. فوج بورقيبة الآن. والله لاني نلاقي صعوبة في هاد البيبان على بال. شوف هزو نحطو نصور معليش، بقى فوج عالطاس فقط. يلا طاس، يلا يلا بسم الله ما شاء الله. شوف كيف راهم طايحين. ما شاء الله. هذيك خايفة راهي تاكل وترجع، تاكل وترجع، تاكل وترجع، تاكل. يا ودي مش باين احكمك، كولي برك وقعد تفرج. والله باين حبيت نوريكم ثاني واحد النقطة سودي. يومها الأول كركت على البيضات بما أنه عندها الخبرة. يومها الثاني ما ناضت على البيضات، ما فهمتش اسكو نديرها مع الطاس تواصل حياتها. هاي وخرج شوف، ها سودي واعلم. مانيش بقى نكرك، اكتبوا لنا في التعليقات يعني نطلقها نخليها مع عطاس، والله نحاولوا معها نعطوها يوم اضافي. شوفوا الوضع كيفاش والنتيجة. شوفوا راه ياكل من البقايا ياكل فيها. المهم اتمنى الفيديو قد اعجبكم، واشتركوا في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.